ميت وينه ميت؟ ابني وينه؟ حلال 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 افتح ماي ابوي افتح ماي حلال حلال. هكذا هو المشهد في هذه البويتات التي تقع في منطقة العقار جنوب قضاء الحي، مشهد للذعر والهلع والدخان، حريق هنا وآخر هناك، سلسلة من الحرائق التي تنشب طوال النهار دون معرفة الأسباب. رجال الدفاع المدني عجزوا عن إخماد الحرائق، وألسنة الدخان إذا ما تلاشت في حجرة ما فإنها تظهر في حجرة أخرى، وعلى هذا المنوال منذ 10 أيام. والغريب في الأمر أن الحرائق قيدت ضد عصابة من الجان بحسب أكثر التكهنات. شغلة عجيبة الله اللي يعلم بيها، يعني جبنا علماء روحانيين، يعني كل واحد يقول لنا جين وقضيت عليه وهاي، يعني يم الحالة تصير تتكرر النار، يعوف ويمشي يقول مستعمرة، وهو البداية تعهد قال أنا قضيت عليه، جبنا ثاني نفس الحالة، جبنا ثالث، حتى هم صاروا بحالة رعب. والنار اللي بصفها ما يشوفها إلا واحد من بعيد يقول لنا احترقتوا، نركض احنا عليه، نركض مثلا على هالجهة، على الجهة ذيك تحترق، ونرجع احنا صار لنا اليوم 10 أيام نركض هيك ونركض هيك. بعد أن تلاشت أعمدة الدخان والتقط المسعفون أنفاسهم، بدأوا يقصون لنا قصص النار العجيبة، فبين نصدق أو لا نصدق، إلا أن الشهود وشواهد المكان تحكي عن حرائق غريبة يعرف الجميع هنا موعد نشوبها، لكنهم عجزوا تماما عن إدراك أسبابها. متروس ملابس ومسدود، اجينا صور احنا شعواط، اجينا نتراكب لقينا الملابس منتهيه ولا باقي منها كل شيء، وهذا الكنتور اذا داخل الكنتور، وهاي لاحظ اذا تلقى بالكنتور شيء حريق او في شيء نار شاويته نهائيا ماكو. هاي احد البراهين البينات، برهان منهن بنزين والله مولد متروس بنزين، وحاطين عليه الملابس حاطينهم عليه دواشق ومخاد وما تروح ليه جوا. ايينا الملابس العلي والغراض محترقه وهو ما بيه شيء، ويمه دبه بنزين ودمبه مال نفط. عندنا دواشق مطشره جمعناها هنا تقريبا بها 15 16 دوشق، جمعناها هنا خليناها شلون يعني واحنا واقفين صفطناها سلفنا عنها شوي اشتعلت بسرعه ما لحقنا نطفيها تحت. كل شيء يتعلق في هذه القصة غريب، لكن الأغرب أن أهالي هذه البيوت حاولوا الرحيل عن ديارهم إلى قرية أخرى تبعد عدة كيلومترات عن هنا، لكنهم تفاجؤوا بأن النار قد رحلت معهم حينما بدأت الحرائق تمارس نشاطها كالمعتاد في محط رحالهم الجديد. خلاصة القول: قد عجز المنجمون والمفسرون والباحثون في شتى أنواع العلوم والمعارف عن إيجاد مسببات الحرائق أو وضع حد لها، ليبقى أصحاب هذه البويتات على موعد مع النار عند الساعة 8 صباحا و2 بعد الظهر من كل يوم. لقناة الفرات، رياض العقيلي، وسط.